ايه مفهوم الأسرة بالنسبة لك؟ حاسة ان اكتر كلمة توصف أسرة هي الوحدة، انه نبقى واحد. وتاني ده هرجع لفكرة انه لما الأب والأم تحتيهم العيلة يبقوا واحد، ده بيؤدي ليه حتى لما هيبقى فيه عيال احنا كيان واحد، او احنا حاجة واحدة بنفس القيم، بنفس التربية، بنفس التفكير. وحاسة لما كبرت شوية ابتديت أشوف ده في طريقة تفكيري وفي طريقة تعاملي عامة في حياتي. ابتديت ألاحظ أكتر ايه الحاجات اللي أنا خدتها قوي من البيت، وايه الحاجات اللي أنا اتمسكت بيها قوي من وانا صغيرة بسبب الحاجات اللي أنا كبرت بسمعها وكبرت عارفاها وزي مزروعة كده فيا يعني. طب يا هنا، انت بتحسي بأمان في البيت ولا بتدوري على ده بره البيت؟ ماشي، حاسة ان انا في سكتي في حياتي عامة ممكن تكون حسيت كتير ان انا بدور على الحب بره او بدور على الامان بره، بس مش حاسة ان ده كان بسبب ان انا مش واصل لي ده في البيت، او انه ودي حاجة انا اكدتها لك كتير قوي في فترات مختلفة في حياتي، انه ده مش بسبب تأثير منكو، او ده مش بسبب انه انا مش واصل لي حب كفاية في البيت، او ان انا مش حاسة بده منكو. انا بكون متأكدة قوي ان انتوا حابيني وانا حاسة بالامان قوي. برضو لما بكبر شوية الطريقة اللي انا بشوف بيها الحب ساعات بتتغير. طب والأمان in specific يعني؟ الأمان عمري ما حسيت ان انا مش في امان يعني، لا، اقدر اكد 1,000,000% ان انا دايما كنت حاسة في البيت وسطكوا ان انا في امان. بس تاني زي ما كنت بقول انه في حتة انا ببقى بدور على الحب او كده في الناس مع الناس اللي حواليا او في مواقف مختلفة. لما كبرت شوية بقى في حاجات مختلفة أنا بدور فيها في على الحب، مش بس جوه البيت. فبقيت محتاجة الحب من الأصحاب، بقيت محتاجة أشوف نفسي حلوة، فبقى في طرق يعني مختلفة كتير بقيت بدور فيها على الحب. ممكن مش دايما البنت بالذات تبقى بتدور عليها جوه البيت، بس تبتدي تدور عليها بره.